السلام عليكم، شلونكم أحبتي؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. فيديو اليوم هو راح نعمل كيكة رأس السنة، كيكة الكريسماس. طبعا هنا أنا عندي اللون الأخضر، شلون نحصل عليه؟ ضفت لون أخضر سائل وخلطته، وبعدين ضفت قطرتين من اللون الأسود. بس مثل ما تشوفون هنا بالبداية ضفت الأخضر، شوي شوي نضيف السائل. هنا ضفت الأسود قطرتين أو 3 قطرات، مثل ما تشوفون تغير اللون شوي طفى. هنا ايش راح أسوي؟ ضفت مرة ثانية لون أخضر حتى صار بهذا الشكل. نجي إلى اللون الأحمر، هنا أنا عندي لون أحمر طماطة. أول شي طبعا هو باودر، أحله بماي، ما أضيفه يعني مباشر على الكريمة لأن راح تحبب وما يعني تمتزج. أول شي نحله بماي وبعدين نخلطه عدل، وبعدين نخلطه ويا شوية كريمة ونخليها تختمر. وبعدين على كيفكم يعني ضيفوا شوية شوية كريمة وخلطوها. الأفضل تسوونه الأحمر ككفر أحسن، حتى يعني هواي أسباب. أول شي لا تتلطخ الكيكة، وثانيا لا تصير بيها مرورة. الأفضل سووها كفر، يعني تغلفون الكيكة كاملة وبعدين تضيفون الأحمر ككفر للكيكة تطلع أرتب. هنا أنا صقلت الكيكة وراح أزين بيها. هنا أنا سويت هاي النقشة حلوة بالفرشة، وبعدين هنا أنا أضيف لون أخضر وأخلي فراغ حتى أضيف اللون الأحمر، وهاي سويتها بالسباتيولا. تزيين بسيط وحلو حديث كلش حلو. هنا راح أخليها أيضا الاستيكرات الورقية مثل ما قلت لكم، أغلفها، بس إذا يعني أثبتها فوق الكيكة ما تحتاج يعني ألصقها باللاصق الشفاف، فقط ألصق وراها أو خلف الصورة عود خشبي. وهاي قدامكم كملت. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أختكم بنين مرتضى.